واقول لكل الشعوب الجميله اللي بتتفرج علينا وشعب مصر نقول له ويب نفر رامبت هيرو نفر سابسان. يعني ايوه صباح الخير ترجمه بقى. دي كلها صباح الخير. دي كلها صباح الخير. صباح الخير مش معقول. ناخدها حاجه عشان بنتكلم عن الكتابه. قلنا احنا علمنا العالم الكتابه ازاي. ويب نفر، اي حاجه نفر جمال، عشان كده نفرت ايتي جميله ادب. نفرت ايري اللي هنسميها نفرتاري مرات رمسيس الثاني احلاهن اجملهن. نفرت المراه الجميله اللي في المتحف المصري دي، لو شام دور جوزها اللي هو عنده شنب ده التمثالين المشهورين دول، جميله نفرت جميله، ودي التسميه بتسميها لغايه دلوقتي. فيبقى ويب نفر رامبت ولازم بي مش بت مش ريمبت، مهمه جدا في الكتابه المصريه القديمه. رامبت يعني سنه، يبقى افتتاحيه سنه جميله. كل سنه وانت طيب، حاجه كده. وبعدين هيرو يوم صباح، يوم نهار. هيرو نفر يوم جميل. طب وسبسان، سبسان كلمه بحبها جدا في الهيروغليف، يمكن مش مشهوره قوي لكن بحبها قوي. لا هو كل الهيروغليف مش مشهور. كل اللي حضرتك قلته مش مشهور. مش مشهور قوي. سبسان يعني مرتين. المصري القديم لما كان بيحب يقول جدا 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 فكان يقول سبسان، انت نفرت، انت جميله سبسان، انت جميله مرتين. يعني يقول لمراته انت حلوه قوي النهارده، فبدل ما يقول لها انت حلوه قوي جدا 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 يقول لها انت سبسان، فيبقى يوم جميل سبسان يعني يوم جميل مرتين. يعني حضرتك قلت لنا دلوقتي جمله اللي هو ايه، سنه جديده سعيده ويوم جميل افتتاحيه جدا جدا، سنه جميله ويوم جميل جدا جدا. صباح الفل عليك يا دكتور والله. احلى صباح. دايما اول كل حاجه واصل كل حاجه يقول لك اصلها فرعوني، المصري القديم. واحده من الحاجات دي هي الكتابه وتعليم العالم للغه والابجديات والكتابه بشكل عام. صحيح. ازاي المصري القديم ابتكر الكتابه والحروف او الرموز بقى لو صح التعبير، ودونها على جدران المعابد؟ طيب اولا خلينا نقول نشكركم ان انتم استخدمتوا لفظه مصر القديمه بدل فرعونيه، لان خلاص احنا طلعنا فرعونيه بره المنهج خلاص. وتاني حاجه حكايه رموز بدل حروف، الاثنين صح ما عنديش مشكله، بس هي الرموز تبقى اقوى. المصري القديم شخصيه راصده لكل ما يحدث حواليه، عينه مليون ميجا بكسل طول الوقت عمال يرصد، وكان كل ما يرصد حاجه، طبيعه، تحركات اجرام سماويه، حيوان بيجري، طائر بيطير، بيبيهات ماشيه في جنب النيل، اي حاجه بيرصدها بيوثقها. عشان كده انت حضارتك تتميز عن حضارات اخرى محترمه تعظيم سلام، بس انت حضاره موثقه. هنا هنستخدم بعض الايه، يعني بعض الكسره والهمزه والضمه. موثقه لانك طول الوقت انت عارفه انها موثقه، فعندنا حلول لكثير من الاسئله في التاريخ. طيب 3200 قبل الميلاد، مش بقول ارقام كتيره زي ما انتم عارفين، بس النهارده بس الرقم ده 3200 قبل الميلاد، توحيد القطرين على حسب كلام العلماء الكلاسيكيين الاجلاء. وقال لك بدايه الكتابه بتاعه الرمزيه بتاعه الهيروغليفيه، وبالتالي يلا التاريخ يبتدي من حيث الكتابه اتكتبت، نبتدي من 3200 قبل الميلاد. وقالوا دي اول الاسره والاسره الاولى وكذا، لحد ما بعدها بقى في مدرسه، وانا اتبعت المدرسه الجديده دي، هي فكره لا التاريخ ما بيبتديش من الكتابه، لان اكتشفوا في الثمانينيات من القرن الماضي بعض قطع العاج. وخدوا بالكم العاج في مصر القديمه نسبه كبيره جدا منه مش عاج فيل، نسبه كبيره جدا منه سن فرس النهر. السنه بتاعت فرس النهر انت بتشوفيها دي لما تيجي تاكلي بطاطا في جنينه الحيوانات، سنه كبيره كده صح؟ لما كان فرس النهر بيصطادوه او بيموت او كده ياخدوه ويعملوا منه، فلقوا العاج ده ولقوا فيه خرم صغنن كده، فاول ما تعرفي ان في ليبل كده يسموه ليبل كده زي اشاره كده اهوت او علامه، وفيها خرم كده، ده بيتحط فيها حبل او سلكه ويحطوها على الزرع بتاعت الزيت وبتاعت المشروبات وبتاعت السوائل، تعرفي ان هو ده كده غطا يعني؟ لا بيبقى حاجه زي الليبل كده نازل، زي الليبل اللي انت بتشتريه في اللبس دوت، بيبقى محطوط ورا كده حبل كده ونازل منه ورقه، مش كده؟ هو بقى بدل الورقه دي هو كان بيحط العاج ويكتب على العاج ده او ينقش عليه اسم الملك، اسم الكاهن، اسم الوزير. عندنا حمكه وزير رهيب عرفنا اسمه من واحده من دول. فحته عاج قد كده تكتب لك فصل من فصول حضاره، تخيلي. فاكتشفوا عدد رهيب في منطقه اسمها ابيدوس عظيمه جنب البليانه في سوهاج، ودي جذور كبيره للحضاره المصريه في ابيدوس. لقوا مقبره ولقوا فيها عدد كبير جدا من الليبلز ديت، من الاشارات دي، فلقوا فيها رموز هي قبل الهيروغليفيه.
كمان ما قبل الكتابه. اهو يبقى كتابه قبل الكتابه. عمرك شفتي حضاره جميله كده؟ ايه ده اللي سخن. ده بلغه الكوره كنتوا بتتكلموا في كاس العالم، ده اللي بيسخن قبل ما الفرقه تنزل.